3 أهداف واسيست وهدف كعب يا حبيبي. يا مصيبتي يا كلام انه يا وش يقولون عننا ام سلطان ومحمد، وش يقولون عننا الناس لعين، يقولون عننا الناس لعين، ايش يقولون عننا ما كنا ناكل ولا كنت اكلك وكنت اشربك وكنت اعطيك مصروف وكنت اعطيك كابتنيه. 3 أهداف واسيست بدون كابتنيه ترى ياخذ كابتن. ايش بيسوي فينا؟ حسبي الله عليك، كان جبت لنا الكلام. حسبي الله عليك، احنا قلنا تأقلم بس ما تتأقلم بالسرعه ذي. تأقلمت من اول مباراه، انت مريض. تأقلم بعد شهرين تتأقلم بسرعه. حسبي الله عليك. ايوه عليك يا اخوان. ليش يا اخوان ليش انتوا تبوا تنتقموا من مين ولا ايش تبوا تسووا يا عيال؟ سوبر هاتريك مساهمات، سوبر هاتريك مساهمات، هذاك هاتريك مساهمات. ليش انتوا خط هجوم انتوا ولا خط ايش انتوا؟ هذا 3 أهداف واسيست، هذا هدف وهاتريك مساهمات، هاتريك اسيستات. انت ايش بك اليوم قلبت ميسي مالكم؟ ولا انتوا تعاقدتوا مع بنزيما وكلكم صرتوا كويسين فجأة؟ انت لك كم جولة خربان؟ لما جابوا بنزيما اشتغلت؟ انت ما تشتغل الا اذا كان في لاعب فئة في الفريق ولا ايش؟ ولا انت يا سالم جلسنا نقول خلاص بدأ تفوت عليه، كبر في العمر ومدري ايه. انا اللي كبرت في العمر احب والله، شكله مو انت يا عيال. احنا ايش هذا الخط؟ ايش هذا الهجوم؟ انتوا مع مين؟ ما شاء الله انت ضحك، شكلك مبسوط بس انا سامع هرجه. لازم اسمعها مره ثانيه. انا اللي سامعه صح. ايش؟ كريم بنزيما يقول نادي الهلال اعطاني كل شيء خارج الملعب فانا اعطيتهم داخل الملعب. يا واطي طعنتني بذي. يعني انا بلنتيات مخلينك اول كل شيء، مخلينك رئيس. عيال عمك وجبتهم، اي واحد يرج فرنسي وجمعته حولك. مدرب عمره امه ما طق تدريب اسمه لوران بلان، جبته عشانه خويك. انترلاند نخليك تروح عندنا مباريات عادي، كان عندنا مباريات تروح انترلاند تسحب علينا. اعطوك خارج الملعب. ايش اعطوك كل شيء خارج؟ ايش ما فاهم ايش هو اللي خارج؟ اعطوك فلوس زياده يعني ولا ماني فاهم؟ والله ماني فاهم. انا برشلوني وعمري ما كرهتك في حياتي يا بنزيما، لاني كنت اشوفك اقل من انك منافس. بتوصل عند الباب بتلخبط وبتضيف، كنت اراف على حالك يا عصفور اسطح. ولكن الان انت عدوي اللدود يا اخي. جنوني يا بنزيما. قال لك بجيب هاتريك اول مباراه. بنزيما مستحيل. اول مباراه هاتريك يا جماعه. اول مباراه هاتريك. ما جابوا عبث. لا بيك. ما جبتوا عبث. ما جبتوا عبث. والله بيك. ما جبتوا عبث. والله بيك والله. هذه مو طريقه هذه. بيجيب هاتريك. والله قالها. والله اللي قلتها. من اول مباراه هاتريك يا عيال، من اول مباراه هاتريك يا عيال. يا سلام يا سلام. سلم. تسلل اي تسلل. تسلل. يا شيخ اقسم بالله من زمان هذا المهاجم اللي نفيق عليه. من اول نبي مهاجم صاحب، من اول يا عالم. مستحيل. اعطوهم الدوري خلاص. اعطوهم الدوري. صيح ما اسمع. خذ الدوري. خذ الدوري. الحين عرفت رونالدو ليش زعلان. الحين عرفت الاسطوره رونالدو ليش زعلان. يا حبيبي من وين طلعت انت؟ والله العظيم مو طبيعي يا اخوان. اللي يشوفه يقول هذا اول مره يلعب في الدوري السعودي، جاي من اوروبا. امس كان في مدريد واليوم في الطب الرياض. مو طبيعي يا جماعه، مو طبيعي. كنا ما لعب مع الاتحاد موسمين، كنا ما زعل كم مره، كنا ما تنرفز، كنا ما خسر، كنا لاعب وكاله عنده شغف وحماس مو طبيعي. ايش ذا يا بنزيما؟ يرحم والديك. من اول مباراه هاتريك وصنع هدف وكان قريب من السوبر هاتريك. هد الله يسعدك. هد الدوري. ندري فارق الهلال الان، لكن ارحمنا يرحم الله. بياخذ هداف، بياخذ صانع، بياخذ كل شيء. يرحم والديك. شوي تونا ما قلنا بسم الله. طبعا ما شاء الله تبارك الله، عشان ما يجينا واحد يقول اذكر الله. ما شاء الله. حتى غطيت الاهداف يا جماعه وتكلمت بين الشوطين وكل شيء يا جماعه، كلها في البرنامج الاصفر. طبعا اغطي هناك كل شيء انا. وان شاء الله اخر سوبر هاتريك ولا هاتريك يا بنزيما. الله يرحم والديك. معنا فاضيين نبي الدوري ولا حنا قاعد نلعب على الحظ الحين. انتوا حظك، جرب حظك يمكن تجيب دوري الان.
هذا وضع الانديه من هذه ردة فعل كريم بنزيما بعد هدف سالم وهو أعلى مقاعد البطولات. حينكم كيف سعيد تحصل على جائزة رجل المباراة، وطلع في تصريح يقول: أشكر جماهير الهلال على دعمهم الكبير لي منذ وصولي، منحوني كل شيء وأريد أن أمنحهم كل شيء داخل أرضية الملعب. منك لله يا كريم، منك. كريم بنزيما هاتريك في أولى مبارياته مع الهلال وأسيست المالكوم. كريم بنزيما بيصبح قنبلة ذرية، قنبلة تأكل الأخضر واليابس. الهلال راح يصبح نار حراقة لأي فريق يلعب أمامه. فريق مكتمل في الخط الخلفي، في المحاور، في الخط الأمامي. فريق راح يتغذى على خصومه كأنه أسد جائع، أسد متهور، أسد لا يرحم. الهلال قادم، الهلال مكتمل، الهلال عنده مهاجم من لمسة واحدة، من لمسة احساس الكوره عنده، يلمس الكوره جول بدون اخوان لا، الكوره تمثيل، جايب هاتريك وذا الرابع ما شاء الله. 4 أهداف. ها انا حاسب لك الهدف ذا، بالكم اخذوا من عند الباب. ومعانا تصلي على عكاز. يا عجوز يا ضايع، ليه قله الادب هذه؟ يعني ماني فاهم ليه انا ليه مضطر اشوف السيناريو ذا؟ ليه يا اخي؟ كرة القدم تمثيل، مين المسؤول عن التمثيلية دي يا اخي؟ كل الافلام والمباريات والمسلسلات في البايو، حتى فيلم بنزيما ده موجود في البايو. ما حتلاقيه في مباريات، هذا في الافلام، لان اللي قاعد يصير فيلم. شكرا مالكم انك ما خليته يسجل الرابع، شكرا لك. بس يا اخي نادي الخلود ليه كذا سويتوا فيني يا اخي؟ ليش ما وقفتوا على